السلام عليكم. رسالة كده بس في السريع، مش هطول عليك. كنت عايزك تتفرج على الفيديو ده للآخر، سواء كنت طالب أو ولي أمر. أولا لو كنت طالب، سواء جبت المجموع اللي كنت بتحلم بيه وكتب لك الكلية اللي انت كان نفسك فيها بإذن الله، عايزك تصلي ركعتين شكر وتحمد ربنا كتير قوي قوي. ولو برضو ما جبتش المجموع اللي انت كنت بتحلم بيه ولا جبت الكلية اللي انت كان نفسك فيها، عايزك برضو تصلي ركعتين شكر وتحمد ربنا قوي قوي. احمد ربنا في كلا الحالتين، لان اللي مقدره لك ربنا هو الاخير ليك. انا مش جاي اقول لك الكلام ده وبس يعني، اتقل معايا بس مش هطول عليك. لا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. خلاص اللي حصل حصل وانت عملت اللي عليك. العياط والبكاء على اللي فات دلوقتي ملوش اي لازمه. الصح اللي يتعمل دلوقتي انك تفكر في اللي جاي. تفكر بقى مين الكليه الانسب ليك. كل الكليات جميله وكويسه، بس اللي تناسب بقى شغفك واللي تناسب ميولك كخطه بديله. انك ما ينفعش تبكي على لبن المسكوب، لانك باختصار مش هتقدر تغير اللي حصل، بس بايدك تغير اللي جاي. فايا كانت نتيجتك، السنه خلصت وانت عملت اللي عليك وعملت اللي قدرك ربنا انك تعمله. مش لازمه اي صياح ولا ليه لازمه اي عياط او اكتئاب او اي حاجه لو انت لا قدر الله ما جبتش المجموع اللي انت كان نفسك فيه. فنصيحه من اخوك يا قلب اخوك، ارضى بمجموعك وارضى بيقين تام ان ده الخير ليك. مش ترضى عشان ما قدامكش حل تاني غير انك ترضى. عايزك يا قلب اخوك تفتكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك فيما معناه المؤمن كالغيث اينما حل نفع. فالنتيجه اللي طلعت دي ربنا مقدرها لك، وهي ان شاء الله الخير ليك. وربنا مقدر لك المجموع ده بالاخص عشان تخش الكليه اللي هتخشها، عشان هي دي اللي هتبقى خير ليك وهتبقى احسن كليه ليك. قول لي طب وليه الكليه اللي انا كنت بحلم بيها ما تبقاش هي الخير ليا؟ ليه دي يا قلب اخوك مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت اي حد؟ ليه دي بتاعت ربنا بس؟ فاحنا ما نشغلش بالنا بامور مش بايدنا ان هي تتعدل. خلينا في اللي احنا نقدر نعمله دلوقتي، ان نقدر نختار كليه كويسه في حدود المجموع اللي احنا جبناه. الرساله بقى التانيه للاهالي، صدقني يا عمو الحاج او يا طنط الحاجه، والله العظيم ابنكم محتاج لكم دلوقتي اكتر من اي وقت فات. محتاج لدعمكم النفسي قبل دعمكم المادي والبدني. واكيد مش انا اللي هقول لكم ده قضاء ربنا، بس انتوا ان شاء الله شايفينه عمل اللي عليه، جاب اخره وطحن نفسه لحد الاخر. فاي كلام سلبي هيأثر على نفسيته اكتر ما هي متدمره. فبالله عليكم بالله عليكم يا عم الحاج ويا طنط الحاجه، احتضنوا ابنكم او بنتكم في الوقت ده، عشان والله هم محتاجين لكم جدا في الوقت ده بالذات اكتر من اي وقت فات في السنه كلها. برضه كلكم قضاء ربنا عشان ده الخير ان شاء الله. والف الف مبروك لكل طلاب الثانويه العامه. جبت المجموع اللي نفسك فيه، ما جبتش المجموع اللي نفسك فيه، الف الف مبروك ليك. انا فخور بيك انك عديت المرحله دي وجبت المجموع ده ايا كان هو ايه. ان شاء الله يا قلب اخوك يجعل لكم الخير كله في اللي جاي. وبس يا قلب اخوك، كان معكم محمد طارق، وده فيديو من غير هبد، من غير فزلكه، من غير بستاشيو. سلام.